ثالث على التوالي يقرب أكثر من كوكبة المقدمة. الملعب يلعب الأهلي نجران، تشاهدونها مسميات، فهو فريق الهلال، لكن يعني يحسب لإمكانيات رائعة لعبد الله الجدعاني، وتصدى لهذه الكرة. لكن الكرة بطريقة خاطئة من نواف تطلع إلى برا الملعب. محمد فاروق مدرب مصري لفريقه، قاد فريقه لمركز متقدم. كرة راح تتنفذ وبتلعب ويحطها، الله يا سلام، مزاجه عالي، مزاجه عالي، وجول نجراني، جول نجراني. نواف ما يكون هناك في انذار، ولكن حكم اللقاء اعطاه انذار لانه رفع جزء من القميص، وبالتالي هو صاحب لكن واجهه محمد الفتين الذي شوف الكره مره ثانيه، ولكن قبل وصولها للحارس المدافع هو من اخرجها الى ركله ركنيه. محمد فاروق مدرب، كرة ثابتة، يحاول يمر وقطوعة وخطرة وقدام الجول ويحطها، وجول نجراني. دفاع الأهلي يقدم هدية باردة لفريق نجران، وهدف الثاني الآن بالشوط الثاني إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. هذا يعني أنه لن يهدأ لبال يحط هدف، يسجل الثنائية بدقيقة 64 وهو من سجل الثاني. محمد فاروق مدرب نجران أعتقد هو راضي حتى الآن على النتيجة، طبعا يلمس الكرة بالرأس، لكن إلى خارج الملعب. أيضا نواف صبحي من اللاعبين طوال القامة، وبالتالي شوف المدرب هو اللي يضربها براسه. نواف صبحي يعني نواف الصبحي. تعادل 81، لقطة كانت خطرة. أحمد عوفي وفريق التعاون الأهلي 2-1 في آخر مباراة قبل أن يواجه الآن فريق نواف الصبحي. الحقيقة لاعب شويت، وتسديدة قوية في منتهى الدقة، والحسرة عليها من الدكة الحقيقة، لأنها خلاص بسهولة أبدا، بل يعني المباراة خلاص